الرحيم. نحن الآن في بلدة عرسال اللبنانية، مخيم البراء 2. معنا رئيس المخيم أبو جابر ليقوم باطلاعنا عن أوضاع المخيم بالنسبة للتدفئة. السلام عليكم عمي أبو جابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك توضح لنا عن حال التدفئة بالنسبة للمخيم في هذه العاصفات الثلجية؟ بهذه العاصفة الثلجية باسمي وباسم أهالي مخيم براء 2 لا يوجد عندنا تدفئة، لا يوجد عندنا أي شيء على الخيم تجي بنوب من شهر رمضان لتاريخ اليوم ما شفنا واحد قال لنا مين انتم. هي أول شغلة. الثلج صور عندنا هون، تفرج الثلج على قلب الخيم، لا عندنا نقطة مازوت لندفي الأطفال، لا هذا الطفل اللي طالع من قلب الخيمة عم يدور على شوية حطب ليشغل الصابع أو شيء، انتو أكبر قدر كندرة مقطوعة مسدودة ليزتها بالصابع ليدفي حاله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجزيه الخير لكل إنسان بيحسب يساعدنا بلتر مازوت بس لندفي الأطفال. هذه الأطفال هل تموت من شدة البرد، لسه الميت أرحم منهم، لأنه الميت موت والصاروخ، ونحن هون قاعدين عم نموت على البطيء. ما عندنا شيء يثبت إنه نحن عندنا هون لو نطفت مازوت أو تدفئة لندفي الأولاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجزيكم الخير لكل أي إنسان بيمد إيده ويساعدنا بلتر مازوت لندفي الأطفال. الله يجزيك خير يا عم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا عم. كما تشاهدون اخوتي الاعزاء، هذا هو حال اغلب المخيمات في بلدة عرسال اللبنانية. هذا كله على نارة الخيم. هذا وهون بقلب الخيمة في 6 أطفال لا يوجد عندهم نقطة مازوت. حسبنا الله ونعم الوكيل. لندفي حالنا وشكرا لكم. الله يجزيكم الخير لكل انسان بيحسن يساعد المخيم بلتر مازوت لندفي على الاطفال. الله يجزيك خير يا عمي، الله يجزيك خير.